حبيبي تفضل، هي جبت لك هدية. وجان لا تتدخل بكل شغلة، اتركها من ايدك. شو هي حبيبتي؟ بيكون قمصان للحبيبة. يلا افتح افتح وشوف. يعني صح قلت لك هدية، بس بصراحة هي لاتنيناتنا. ايه حذرت اوجان، قمصان للحبيبين كالعادة. كالعادة؟ شو مكتوب؟ طنجرة ولقيت غطاها. لك يا بنت، شو هالذكاء؟ دورتي كتير للقيتيها؟ اوجان شو؟ ما عجبوك تولجا؟ شو بده يعجبه فيهم ياسمين؟ يعني مشان الله انتي ما شفتيهم؟ لك سويتي قرد بهالقمصان. اوجان خلص اسكت بقى اسكت. انا ساويته قرد؟ تولجا الهدايا تبعي عم تساويك قرد؟ لا حب. اهدوا يا شباب، شو صار لكم؟ لا تبالغوا بالقصة لهالدرجة. البنت شافت قمصان عجبوها واشتريتهم، ما بدها هالقد. مو هيك؟ حلوين كتير مو هيك سوسان؟ قوليلن. فوق ما حبيت جيب لك هدية، شفتن على الانترنت انا وعم بتصفح، فخطر ببالي جيبهم، بس عادي. معناتها اسمعوا، عمر ليك خلينا نروح ونقطع الانترنت ببيتها، رح نسحب السلك ونقطعه ومنشرشه مشان ما ترجع تفكر توصله مرة تانية. اوجان بكفي. وانت تولجا ما بدك تحكي شي؟ عن جد ما عجبوك؟ لا حبيبتي مو هيك، بس انا حبيت شكل القميص ولونه، بس الكتابة اللي مكتوبة عليه لكن طنجرة ولقيت غطاها. شو هاد؟ آسف بس لا تأخذيني حبيبتي، بخجل البس هيك قمصان بعدين بصير مسخرة بين الشباب. خلاص بنعمله ممسحة. ممسحة؟ لكن يلبسه. بتخجل؟ تولجا انت بتعتبر هداياي لإلك بتخجل؟ لا أنا ما عم أقول إنها بتخجل. هو مو قصده يقول هيك، قصده انه هالقمصان مو ستايله. مزبوط؟ ايه كيف لكن ستايله؟ يكون ضيق أكتر. عم تسألينا عنه؟ انتي بتعرفي انه حضرته مثقف وفيلسوف، بتروحي بتجيبي له قمصان مكتوب عليها عبارات مثل الاولاد الصغار؟ يا الله، ما عم صدق اللي عم يصير. انتو شو صار لكم؟ البنت اشتريت قميص بس خلص ويلبسوا. ليش كبرتوا الموضوع لهالدرجة؟ يعني شو رح يصير اذا الفيلسوف تولجا لبس هالقميص؟ رح ينقص وزنه مثلا؟ مو هيك؟ وانا كمان رأيي يلبسوا. بعدين انتو الشباب نكدين. ليك اوجان وانت كمان مثلهم، اساسا كلكم مثل بعض، مزعجين ونكدين وراسكم يابس مثل الحجر. انتو يلي بتجننونا. وبعدين لو انا عملت هيك كانت ردة فعلك رح تكون نفسها ورح تقول ما بدك تلبسه. اللي شو كنت عملت؟ لا أنا إذا أنت يعني والله ما بعرف عمر، نحن ما عنا رأي. يعني شو مجبورين نلبس كل شي بيعطونا اياه؟ لا صح مو هيك؟ صح. كيف يعني؟ أنا جبت لك اسوارة